ليه الاهلي طلب التحقيق مع الحكم طارق مجدي؟ الاجابه في 10 تناقضات تحكيميه هتشوفها في الفيديو ده. اولا، حالتين ماتش الاهلي وسيراميكا اللي مش محتاجين شرح كتير. زقه في ظهر طاهر شاف ان ما فيهاش حاجه، وزقه في ظهر اسلام عيسى شاف انها ضربه جزاء، مع ان اللعبتين واحد والراي فيهم لازم يكون واحد. يا الاتنين ضربه جزاء يا الاتنين ما فيهمش حاجه، لكن واحده فيها والتانيه لا، فانت كده طارق مجدي. ثانيا، في اول ماتش في الموسم ده، ماتش الاهلي ومودرن سبورت، هتلاقي زقه برضه في ظهر كريم فؤاد وخبطه في الرجل اللي كملت بعد كده بهدف تعادل لمودرن، وبسببها خسر الاهلي نقطتين. فاكر طيب الزقه دي؟ مدافع طلائع الجيش الموسم اللي فات دخل زق وسام في ظهره وما حاولش يلعب الكوره. كابتن طارق مجدي كان حكم الساحه وشاف اننا لازم نبقى زي اوروبا ومش اي احتكاك بين اللعيبه نحسبه. يمكن ده معياره على طول واحنا ظالمينه، بس ازاي حسب اللعبه دي ضربه جزاء للزمالك؟ سيبك من ان في شد من سيف الجزيري، هنقول ان صعب الحكم يشوفه من زاويته، لكن ايه اخبار معيار الدفع والزق الاوروبي يا كابتن طارق؟ ده لاعب لا استخدم كوعه ولا كان في اي قوه في الدفع ولا حاجه، التحام عادي خالص بين اي اتنين لعيبه، بس سيف الجزيري ضرب الغطس وانت رحت مصفر. مش غريبه ده يا كابتن؟ لما يكون الدفع ضد الاهلي تقول العب، لما يكون الدفع ضد الزمالك تصفر، لما يكون الدفع ضد منافس الاهلي تقول بنالتي. سيبك من كل اللي فات، شايف اللمسه دي؟ لا انت غالبا ما شفتهاش، معلش ركز تاني. بص انا عارف انك ما شفتهاش، بس هي موجوده، وفي تلامس بسيط جدا بين رامي ربيعه ولاعب الاسماعيلي خلى الحكم الغندور يحسبها ضربه جزاء، وطارق مجدي على الفار اتفق مع القرار رغم ان المخالفه حرفيا بالهمس باللمس. بس الغريبه ان ده ما كانش نفس معيار كابتن طارق لما كان حكم فار برضه في ماتش سيراميكا السنه اللي فاتت، وبرضه استدعى معروف عشان يقول له ان العرقله اللي حصلت من سعد سمير لاسامه ابو علي ما تستحقش تكون ضربه جزاء. يا كابتن طارق ده انت لسه حاسب اللمسه على الاهلي، فلما يحصل حاله اوضح ضد الاهلي عايز الحكم يلغيها؟ انت معاك ايه طيب ويمشي معاك؟ نختم بقى بالحالتين دول. عرقله مفيش اوضح من كده من احمد سامي لمحمد شريف، جهاد جريشه ما شافهاش ازاي معرفش، بس كابتن طارق مجدي اللي بيحسب الهمسه واللمسه موجود على الفار واكيد هيناديله عشان يحسبها، لكن لا، كان بيعمل شيء تقريبا وما شافهاش. طيب بلاش، الاهلي سجل جول وجهاد جريشه قرر يلغيه ومحدش عارف ليه. ناديله طيب يا كابتن طارق وعشان يصحح غلطته ادي الاهلي حقه، ده ماتش مع بيراميدز وهدف زي كده يفرق جدا في النتيجه. لكن لا برضه كابتن طارق كان مبسوط والاهلي بيخسر نقطتين قدامه، فما تستغربش لما يطلب التحقيق معاه عشان يسالوه هو بيكره الاهلي كده ليه.